السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد منصور من ثمار لتداول الأوراق المالية، ومعاكم دلوقتي لمحاضرة سريعة عن قراءة أحجام التداول، أساليب واستراتيجيات. احنا عدينا المحاضرة دي للمبتدئين من المتداولين عشان نشرح شوية مفاهيم، وبعدين نتنقل لنمط من أنماط التداول تبقى أنت فاهمه ومستوعب التعامل معاه بيكون إزاي. المحاور الأساسية في المحاضرة النهاردة هو تعريف إيه هو حجم التداول، الفرق ما بين حجم التداول والمفهوم التاني التيرن اوفر أو قيمة التداول، إيه أهمية فهمنا وإدراكنا لأحجام التداول ومتابعتها، بعض المشاهدات اللي بتحصل باستخدام أحجام التداول، وبعدين هناخد البلو اوف توب أو القمة المنفجرة والسيلينج كلايمكس أو ذروة البيع. التعامل مع النمطين دول بيكون ازاي؟ في البداية الفوليوم أو حجم التداول هو عدد الأسهم اللي بيتم تداولها في فترة محددة، في الغالب بتبقى يوم، ممكن تبقى أسبوع، ممكن تكون أسبوع، ممكن تبقى ساعة. الفوليوم اللي حصل في الساعة دي عدد الأسهم اللي تم تداولها، ودي في الرسم البياني بيتم تمثيلها على شكل أعمدة بتكون موجودة تحت الرسم البياني. كل عمود بيمثل الفترة الزمنية، يعني لو البارة اللي فوق ساعة فعمود الفوليوم بيمثل حجم عدد الأسهم اللي تم تداوله في هذه الساعة. ممكن الشمعة أو العمود ده يبقى دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، ربع، على حسب. أهم القواعد اللي انت لازم تقراها في أحجام التداول إنها بتؤكد الاتجاه القادم، ومن خلالها تستطيع أن تتنبأ بالحركة القادمة. إيه معنى الكلمتين دول؟ يعني لو في اب ترند، لو في صعود، محتاجين الفوليوم يزيد مع الصعود. كل ما تعلى كل ما الأسهم تزيد معدلات بيعها وشرائها تعلى معاك، وبالتالي لما يكون انت طلعت المسافة طويلة وبعدين الأسهم بدأت تنخفض في كميات التداول. تنخفض ازاي؟ بتنخفض في اتجاه عام. كل ما كنت بتطلع كل ويفة بتعمل مليون سهم، تاني مرة مليون ومئتين، تالت مرة 2 مليون سهم، بقيت الطلعة الرابعة بتعمل مكان 2 مليون، مليون ونص، اللي بعدها بتعمل مليون بس. يبقى السعر لسه بيطلع لكن أحجام التداول بدأت تنخفض. توقع ان دي بداية تغير في الاتجاه. والعكس، كنت بتنزل وبعدين التنفيذ قل جدا، وبعد ما التنفيذ قل السهم بدأ يتحرك بشكل عرضي، وجه في اخر المنطقة العرضية بدأت تلاقي الفوليومات بتطلع وهو لسه ماشي عرضي. توقع ان الفوليوم ده هيقود السهم لتغيير الاتجاه، هيحصل حاجة اسمها تشينج اون هاند ويبدأ يتحرك لفوق. طب ايه هي قيمة التداول؟ قيمة التداول بقى او الفاليو او التيرن اوفر هي تحويل الاحجام اللي اتنفذت دي لقيم نقدية. يعني ايه؟ يعني انا نفذت مليون سهم، متوسط التنفيذ طول اليوم الويتد افريج كلوز كان حوالي 10 جنيه، يبقى مليون في 10 ب 10 مليون جنيه قيمة الفلوس اللي دخلت. لا، طب انت حسبتها بالويتد افريج، انت لو حسبتها كل سهم في السعر اللي اتنفذ عليه وجمعتهم هيطلع لك نفس الفكرة. هو بيعكس قيمة الفلوس اللي دخلت واتضخت في التداول، سواء في بعض البرامج دي مهمة. بعض البرامج بتيجي تحسب السيولة الداخلة والسيولة الخارجة بالقصة دي، وتلاقي ليها مؤشرات على الشاشة كده. هي بتحسبها ازاي؟ بتحسبها التنفيذ بسعر الطلب والتنفيذ بسعر العرض. لكن احنا في التحليل الفني بتهمنا النقطة دي من منظور تاني، من منظور هو سعر الاغلاق بقى فين داخل الرينج بتاع الدي او اليوم. يعني ايه؟ يعني لو انا اشتغلت في جنيه من 9 ل 10، لكن الكلوز بتاع اليوم ونفذت مليون سهم، الكلوز بتاع اليوم عند 9 10 والهاي عند 10 جنيه، لا ده هنا السيوله كانت بتخرج مش قاعده. طيب بناء على ايه؟ بناء على ان سعر الاغلاق اخر تنفيذ تحت. طب سعر الاغلاق ده ما جايز اتعمل بباره كبيره. بص يا جميل، سعر الاغلاق هو اهم سعر بيمثل في اليوم،
او في الشهر. ليه بقى؟ لان هو ناتج صراع نهائي. يعني ايه ناتج صراع نهائي؟ طول اليوم انت عمال، انت وكبائع وكمشتري عمال تتصارعوا، انت بتعرض وهو يخش ياخد ويشتري، وتزقوا السعر لفوق وتزقوا السعر لتحت. كل المشاعر والعواطف والقرارات اللي انعكست خلال الجلسة بتنتهي باخرها احنا قفلنا فين. هل لسه في عزم عند المشتري انه يقفل في الاجزاء العليا لليوم، ولا المشتري سلم رخص والبياع قرر يبقى تقيل عليه شوية فقفلنا تحت. يبقى نطاق التداول هو الفرق بين اعلى سعر وادنى سعر، وموقع سعر الاقفال مهم لانه هو المحصلة النهائية لاتجاه السيولة خلال فترة معينة. طب ما هي اهمية احجام التداول بقى من واقع الحكاية اللي احنا حكيناها دي؟ اولا زيادة احجام التداول في اتجاه هو تأكيد للحركة وتأكد استمراريتها. الاتجاه صاعد والفوليومات بتزيد، يبقى ان شاء الله الاتجاه ده مستمر. الاتجاه هابط والفوليومات بتزيد، الاتجاه ده مستمر. ايه ده؟ هو الفوليوم مهم في الهبوط. الهبوط هبوط وبينزل بثقل السهم وثقل السعر زي ما بيقولوا لوحده، والفوليوم اقل اهمية. لكن لو زاد يبقى الاتجاه مستمر. مور كونفورميشن. طيب كمان في حاجة اسمها الانماط السعرية او الباترن. الباترن احجام التداول لما بتبقى متسقة مع الباترن وفق شوية معايير مهمة بتأكد الاتجاه بتاع الباترن الجاي ايه، تأكد درجة الثقة في هذا الباترن. يستخدم اتجاه احجام التداول في الحكم على صحة الاتجاه والتنبؤ بالحركة القادمة، وانا حكيتها لكم من شوية او شرحتها من شوية. تستخدم احجام التداول كمان في الفصل بين الكسر الكاذب او مصيدة البائع او المشتري والاختراق الحقيقي. يعني ايه؟ احيانا في حاجة اسمها الفولس بريك. طبعا في فلاتر في التحليل الفني بتطبق وفي استراتيجيات كتير عشان تحكم على الفولس بريك، لكن بيستخدم الفوليوم كأحد الفلاتر المهمة للحكم على الكسر. يعني لو جينا كسرنا في سهم بينفذ 10 مليون سهم في اليوم، وراح كسر مستوى دعم او كسر مستوى مقاومة ب 500,000، انا ما اقدرش اكونفيرم ان هو كسر كده خلاص. انما لو طلع كسرها لي بال10 مليون كلهم ويشتغل تحتها الجلسة، لا هو خلاص انت كده كونفيرم. 10 عمل 15 مليون تحتها، انت كده استخدمته ان لا ده كسر حقيقي والكسر تم. غير كده فاحنا بنعتبره كسر ب 500 ورد، بنسميها فخ او مصيدة او تراب للبائع او للمشتري طبعا. طيب في بعض المشاهدات اللي بتستخدم فيها احجام التداول زي معدل دوران الاسهم، هو اسم حجم التنفيذ اليومي على اسهم التداول الحر. بينتج عندك لو ان احجام التداول دي مرتفعه هينتج معدل دوران مرتفع للاسهم، لو احجام التداول منخفضه هينتج عنها معدل دوران اسهم منخفض. يبقى معدل دوران الاسهم التنفيذ اليومي على التداول الحر، وبتحكم بيه على سيوله السهم. احجام التداول مرتفعه معدل الدوران عالي، السهم في سيوله. ده بالتالي بعض القرارات المهمه اللي بتاخدها المؤسسات، بتاخدها الصناديق، بياخدها السمارت ماني، مرتبطه ب السيوله. وقراراتك انت كمان كمستثمر بيدور على مخاطر اقل، مرتبطه كمان بمعدل دوران الاسهم. وقرارات بعض المضاربين اللي عندهم استعداد يتحملوا مخاطر اعلى، مرتبطه بمعدل دوران الاسهم. في بعض المستويات معدل دوران السهم يكون فيها قليل جدا، ولما يطلع يبدا معدل الدوران يزيد، وده برضو بتوضح لك هل هنا هيبقى فيه خروج لفلوس اكتر، ولا في هنا شراء تحت كان بزياده. المعدل ده يوضح لك الموضوع بشكل بسيط. متوسط التنفيذ اليومي في فتره معينه هو مجموع احجام التداول خلال الفتره دي، وليكن 20 يوم مقسوم على عدد الايام، هيديك المتوسط التنفيذ خلال هذه الفتره. تعتبر برضو من احد مقاييس السيوله اللي بتستخدم في المحافظ الكبيره والصناديق الاستثماريه. طيب انماط التداول البيانيه، هناخد نمطين وهنتكلم عليهم سريعا. القمه المنفجره او البلو اوف توب او انفجار القمه، هو نمط من انماط التداول بيظهر ويرتبط بشكل وثيق ما بين السعر وحجم التداول. بيحصل زياده حاده في سعر التداول وفي احجام التنفيذ، ده بعد اتجاه صعودي. يعني نفضل طالعين ونيجي الصبح معنويات المستثمرين عاليه جدا وجايين متفائلين،
فيزقوا لك السعر، حتى ممكن تلاقي في فجوه او في جاب، تلاقي نطاق التداول كبر وعملنا شمعه كبيره وبدانا نشتري كتير جدا. نيجي في نص الجلسه نفسهم اتقطع، في اخر الجلسه تلاقي انخفاض الاسعار بقى حد، وستيل لسه احجام التداول بتزيد مع النزول. هنا الانخفاض حاد وبرضه في زياده في احجام التداول، ده معناه اصرار البائعين على الخروج وتصفيه المراكز اللي معاهم في النقط دي. القوى الشرائيه هنا استهلكت، استنفذت، انهكت، اشترى ودخل المارجن ونط معاهم المبتدئين اللي خايفين من حاجه اسمها فير اوف ميسنج او فقدان الفرصه، فان حاجه تتوه منهم، فاذا انا قاعد اتفرج على السهم طالع بيلاقي الباره دي بيروح داخل معاهم هو كمان. فبالتالي السلوكيات دي كلها بتيجي ساعه ما يبقى السعر بدا ينزل والفوليومات تزيد، يقلبوا معاهم بياع والمعنويات تتحول لسلبيه، وتلاقي بعد الباره الطويله الفوليوم العالي اللي كان فاتح لفوق بدات تقفل لتحت، تقلب مشاعرهم من المشاعر الايجابيه للمشاعر السلبيه ويدخلوا بائعين. والرسم البياني اللي على الجانب اليسار من الصفحه بيوضح لك ان الطلوع كان سريع، عملنا البارة فوق، الفوليوم زاد جدا، عملنا شادو، بدأنا نقفل في الجزء الأسفل من البارة أو الشمعة مع الفوليوم اللي زي ده، وده بيبقى اسمه بلو أوف أو قمة وانفجرت. طيب، انفجار القمة السيكولوجية شرحتها وأنا بتكلم عموما، وبقول إن هي أحد الأنماط التي تظهر في نهاية حركة صاعدة لازم قبلها صعود. معنويات المستثمرين جاء إيجابية، في أخبار، في تكهنات، في إشاعات، في احتمالات كتير جدا في الماركت، بينعكس ده على دخول المستثمرين بزاوية حادة، جايين مندفعين جدا في الشراء، بينتج عنه صعود شبه عمودي وأحجام تداول عالية. يعني كنت ماشي بزاوية 40 في الشراء، سهم ماشي بزاوية 40 45، هتبص تلاقيه طالع لك ب 70 ب 80، نطة عظيمة في الأسعار. استمرار الحركة الصعودية بهذا الشكل عايز تدفق أموال للمشترين بشكل كبير جدا. ده صعب لأن في مراكز زي ما قلنا هامشية، وفي ناس بروفيشنال عاوزين يطبقوا شورت سيلينج، وفي ناس كسبانة وعايزة تجني أرباح، فبالتالي بتظهر قمة بيعية، تبدأ قوة بيعية. القوة البيعية بتستغل اندفاع المشترين، تبدأ تديله أسهم أسهم أسهم، يبدأ يفتح شورت سيلينج، البائعين يزودوا من البيع، المشترين فلوسهم تخلص، تبدأ الحركة في الانخفاض. ندخل بقى على التطبيق العملي للبلو اوف توب او القمة المنفجرة، ونشوف السي اي كابيتال. السي اي كابيتال هنلاقي فيه يوم متعلم عليه بالدايرة فوق، ومتعلم على حجم التنفيذ او الفوليوم بتاعه في الجزء السفلي بالسهم الازرق. اليوم الابيض هنلاقي حصل طلوع الشمعة البيضة، عملت طلوع وطلعت لحد قرب مستوى 6.5، وبعدين السهم بدأ يرمي ونزل لحد ما قفل قرب ادنى سعر. الفوليوم كان اكستريم فوليوم، حاجة عالية جدا. البياعين زي ما قلنا كان عندهم اصرار على التنفيذ والبيع في المنطقة دي بشكل مكثف، كملوا بيع تاني يوم، وبعدين السهم تراجع لحد مستوى 4 جنيه تقريبا. المستوى بتاع 6 جنيه من 6.5 ل6 جنيه بتاع اليوم اللي كان فيه القمة المنفجرة او البلو اوف توب، ده مستوى مقاومة في الفترة الجاية هيكون هام جدا. سهم كمل نزول وبدأ يطلع تاني بويفة جديدة في شهر مايو، وبعدين قفل بنفس النمط، فتح في سعر، طلع عمل هاي قرب 5، وبعدين بدأ ينزل لحد ما كسر سعر الفتح وقفل عند أدنى سعر. الفوليوم كان عالي جدا، فبالتالي بعد كده حصلت عالي جدا مقارنة باللي قبله، مش مقارنة بالفوليوم اللي حصل عند 6، لا، مقارنة بالفوليوم اللي كان في الويفة بتاعة الطلوع. كل المشترين البياعين هنا بدأوا يخرجوا بكثافة، فبالتالي حصل الهبوط تاني لمستوى اعتقد 4.30 من قرب مستوى 5 جنيه. في كمان بلو اوف قدامنا في اسماعيلية للدواجن.
السهم فتح بجاب في الدايرة برضو المتعلمة بالازرق، والفوليوم بتاعها موجود بتعلم بيه السهم الازرق تحت. والبياعين عملوا الهاي عند ال 15 جنيه، وبعدين ابتدى الضغط البيعي وقفل عند ال 14، ومن وقتها تراجعات سريعة في السهم لحد مستوى ال 12 جنيه. طيب هنيجي للنمط العكسي، السيلينج كلايمكس او ذروة البيع. منطقي كده ان ذروة البيع هيبقى مكان حصل فيه استهلاك لقوة البياع، انهك تماما البائع، فبالتالي الفوليوم اللي حصل هيعمله المشتري وتبدأ الدنيا ترتد من خلاله. لكن النمط ده ممكن يتكون من شمعة او 2 أو 3 بس، هو نفس السيكولوجي اللي احنا بنحكي فيه. يبقى ذروة البيع هو نمط يظهر على الرسم البياني، يرتبط بشكل وثيق بأحجام التداول. انخفاض حاد في السعر مع بداية الجلسة، برضو نزول جامد وعنيف وعمودي وقد تسبقه جاب. معنويات سلبية عند الفتح بتخلي الأسعار في أدنى مستوى والبياع يكمل بيع. نطاق التداول بيبقى أكبر من اليوم اللي قبله. بعد كده في نص الجلسة بتلاقي بداية للفولاتيليتي يظهر، طلوع ونزول معركة، وبعدين الأسعار تبدأ تطلع مع زيادة في أحجام التداول. وده بينم ان في قوة شرائية شافت ان الاسعار دي بالنسبة لها رخيصة جدا، فقررت تفتح مراكز شرائية جديدة عند الاسعار دي، وتنتهي الفترة دي سواء جلسة او جلستين تنتهي باغلاق قرب ادنى اعلى سعر، وهو يؤكد سيطرة تامة للمشتري. النمط ممكن زي ما قلنا يكون يوم او 2 أو 3، لما تيجي تجمع الشموع دي في الاخر تديك الرسمة اللي احنا عايزينها. احد الانماط اللي بتظهر في حركة هابطة، معنويات المستثمرين سلبية، يدعمها اخبار سلبية وتكهنات واشاعات بتزيد من سلبيتها، ينعكس ذلك في دخول البياع بزاوية حادة عن الزاوية السائدة، وده بينم عن ذعر بيعي بينتج عنه هبوط شبه عمودي بأحجام تداول عالية. استمرار الحركة الهبوطية بهذا السعر بيحتاج استمرار كبير في زيادة كبيرة في عدد الأسهم المباعة، وأمر صعب. البياع أنهك بفعل الاتجاه الهابط اللي قبل كده. بيع الخائفين والمذعورين ده بيبقى له حد. انخفاض السعر المبالغ فيه بيغري ناس جديدة ان هي تدخل وتشتري، وبيمنع ناس جديدة عن البيع. تبدأ القوى الشرائية في الظهور، بيندفع المتداولين في الشراء لاعتقادهم ان الاسعار رخيصة بالنسبة لهم، ومع ارتفاع السعر بيعود جزء من البائعين للشراء تاني عشان يغطوا المراكز مكشوفة ليتم تنفيذ احجام تداول عالية بفعل قرارات الشراء. الانماط للسيلينج كلايمكس، اشهر حاجة كان مصرف ابو ظبي الاسلامي في الفترة الاخيرة في اول مايو، راح زار مستوى ال30 بعنف، احجام تداول عالية جدا، خبط في النقطة بتاعت ال30، قفل على أدنى سعر. الجلستين اللي بعده كان بيبدأ يكون شمعات بيضة صاعدة، وبعدين كمل من النقط دي مجرد ما تجاوز، كمل من النقط ال30 وصل ل35، وبعدين وصل ل42 زي ما احنا شايفين في الرسم البياني. والمنطقة دي بتبقى منطقة دعم قوية جدا. سبيد ميديكال حصل فيها برضو في شهر مايو سيلينج كلايمكس، والبارة عملت زي ما انتم شايفين شادو، وبعدين كانوا 3 برات، وبعدين واحدة عرضية، ثم صعود متتالي. هنا بقى الصعود ما جاش قوي، لكن عكس ايه؟ عكس سبورت قوي جدا. حجم دعم هنا بيدخل، حجم اموال بتدخل عند المستويات دي توقف. هتلاحظ في الفترة اللي بعد كده في 10 يونيو ظهر برضو المشتري عند نفس المستويات السعرية. شكرا ليكم وشكرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى ومرات متعددة في محاضرات جديدة بهدف إثراء ثقافة المتعاملين المالية. شكرا لكم وتحياتي محمد منصور.